طبعا هذه البطولة البادل يعتبر انها اول مرة النسخة الاولى لها. طبعا بعد ما شفنا النجاح اللي الحمد لله اللي حققناه في دورة كرة القدم، طبعا حسب رأي الجمهور رأي اللاعبين. طبعا احنا تكلمنا ان من قبل ان في دورة البادل، والان اليوم احنا بلشنا دورة البادل، ولكن في شيء يعني انتم راح تستغربون من عنده، انه في مفاجآت غريبة عجيبة راح تكون في هذه الدورة. انا ادعو جميع الجمهور وجميع اخواني اللاعبين البادل وجميع اخواني اللاعبين كرة القدم وجميع الرياضيين بصورة عامة وجميع الاخوة الجماهير والجمهور للحضور عندنا ليشوفون الفعاليات. الشيء الغريب اللي ما راح يحصل في اي بطولة او اي دورة للبادل في الكويت. ان شاء الله في بطولات قادمة، احنا خلاص راح نحرص على ان شاء الله كل رمضان ان شاء الله باذن الله راح يكون في بطولات مستمرة، ان كان حق كرة القدم او او البادل، هذه بطولات مستمرة. ونتكلم اليوم طبعا عندنا في لعب في محترف او مو محترف، المصنف الاسباني في البادل في مباراة استعراضية لليوم، وعندنا اليوم ديربي حق العربي والقادسية. هذا شيء جديد ما في احد يمكن سواه في كرة القدم. ديربي القادسية والعربي راح يكون اخواني اللاعبين رياحي، مقصيد، حسين الموسوي، خالد ابراهيم، بعد فهد الانصاري. اليوم ديربي راح يكون بين القادسية والعربي، شيء غريب وحياكم الله وتشرفونا. ستستمر هذه الدورة على مدى 3 أيام، أربعاء وخميس وجمعة. الدورة مقسمة إلى فئتين، الفئة الأولى اللي اليوم الأربعاء إن شاء الله فئة الهواة، ويوم الخميس إن شاء الله ستكون المنافسات لفئة المحترفين. حرصنا على أن المحترفين أيضا يكونون على أعلى مستوى من الخبرة، أعلى مستوى من الكفاءة المشاركة في هذه الدورة، حتى يعطونا أيضا إضافة لدورة سعد تميمي الأولى للبادل. حتى الهواة أيضا حرصنا على اختيار لاعبين هواة لكن سبق وان شاركوا في بطولات، سبق وان شاركوا في مشاركات اخرى وحققوا انجازات وبطولات. لذلك نأمل ان تكون هذه الدورة دورة على مستوى عالي من المستوى الفني، دورة على مستوى عالي ايضا من الحضور الجماهيري. انا سعيد جدا بتواجدي في بطولة الاخ سعد تميمي في هذه البطولة سواء بالقدم او البادل، وانا عارف ان لاول مره تكون ديربي يمكن القادسي والعربي في البادل، وسعيد الصراحه واتشرف بهذه الدعوه الكريمه. والله شوف اجواء شبابيه رياضيه، يعني نحب احنا الشباب الرياضيين نحب الاجواء هذه، فراح تكون ان شاء الله مشاركه حلوه يعني تغيير جو. طبعا بطوله سعد تميمي بطوله صراحه وايد كبيره، فيها حضور وايد حلو من لاعبين، رغم ان لاعبين المنتخب مو موجودين بس نشوف الحضور وايد حلو. نتمنى دعم اكثر حق البادل، يعني قاعد نشوف الجانب التجاري او القطاع التجاري وايد قاعد يضخ اموال في البادل، فهذا شيء حلو. واحنا كلنا مستانسين اصلا ان احنا بشهر خير وشهر رمضان وفي بطولات وناسه ويمعه وكل مره نشوف الربع، فمشكورين على البطوله وما قصرتوا على التنظيم، يعطيكم العافيه.